هنعمل النهاردة أحلى فانوس بالفوم بنفس تصميم فوانيس زمان. أول حاجة جبت كرتونتين مربعين مقاسهم 11 في 11، وجبت كمان 4 قطع لراس الفانوس. العرض من فوق 3 سنتي ومن تحت 8 سنتي والطول 4 سنتي، وده جسم الفانوس. جبت برضو 4 قطع من المقاسات دي، العرض من فوق 8 سنتي ومن تحت 4 سنتي والطول 10 سنتي، ودي القاعدة بتاعت الفانوس. جبت برضو 4 قطع، العرض من فوق 4 سنتي ومن تحت 8 سنتي والطول 5 سنتي. هشيل بقى كل الكلام ده وهبدأ أشتغل على جسم الفانوس. عملت علامات كده عند 2 سنتي من كل الجهات، وبعدين وصلتهم ببعض، والجزء اللي طلع معايا في النص ده هو ده اللي هفرغه. انا بفرغ الكرتون من الداخل كده بالقطر، بيكون اسهل ونتيجته احسن من المقص. عملت طبعا باقي اجزاء جسم الفانوس بنفس الشكل ده، وبعدين حطيت شمع على الاطار كله كده. وهاتوا بقى فوم باللون اللي تحبوه، انا اخترت اللون ده. الفوم اللي انا غلفت بيه القطعة دي على قد القطعة بالظبط من فوق ومن تحت، وسايبة زيادة صغيرة جدا من الجنبين علشان تساعدني لما اجي اجمع الاجزاء بتاعه جسم الفانوس يبقى التقفيل نضيف زي ما عملنا في الفانوس اللي فات بالظبط. هفرغ برضو الشكل اللي جوه ده، ممكن كمان تغلفه بورق ملون او ورق حتى ابيض. لو ما عندكوش فوم ممكن تغلفوه بقماش خيامية او ستيكر خيامية، اي حاجة متوفرة عندكم ممكن تغلفوه بيها. والخطوة اللي جاية دي مش ضرورية خالص وممكن تستغنوا عنها. حطيت شمع على الطرف كده، وجبت سلوفان ملون اللي هو كنت عاملة بيه الفانوس الخيامية ده، كان باقي معايا. ممكن تستبدلوه بأي اكياس بلاستيك، وطبعا ممكن ما تعملوش خالص. لزقته كمان من الناحية التانية كده وشديته كويس، وكمان لزقته من فوق ومن تحت. قصيت بقى كل الزيادة دي وعملت باقي أجزاء جسم الفانوس بنفس الشكل ده. هبدأ أجمع الأجزاء دي مع بعض عن طريق الجزء الزيادة اللي أنا كنت سايباه ده. هحط عليه شمع، وبعدين هجيب الجزء التاني والزقه فيه، وهحط شمع من الناحية التانية، وهجيب الجزء التالت وهلزقه برضو. والجزء الأخير هو اللي هيتحط عليه الشمع، وبعدين يتلزق على التلات أجزاء دول، بس طبعا على مرحلتين كده علشان الشمع ما ينشفش قبل ما تلزقه. وبس كده الجزء ده خلص. جبت بقى الراس بتاعة الفانوس وغلفتها بنفس الطريقة بالظبط، وكمان هجمعها بنفس الطريقة. غلفتها بلون مختلف ومناسب مع لون جسم الفانوس. وبعد ما قفلتها كده كلها، الجزء المفتوح من فوق ده هجيب المسطرة واقيسه واشوفه قد ايه. طلع معايا 3.5 سنتي تقريبا، يعني هتقيسوه بعدين هتقصوا حتة كرتونة على قده وتغلفوها. قصيت بقى جزء رفيع قوي من الفوم اللي بلون جسم الفانوس، وداريت بيها كده الفرق بين القطعتين دول علشان يبقى التقفيل نضيف وشكله حلو. جبت كده قطعتين من الفوم بعرض 1.5 سنتي، واحدة أطول من التانية بشوية. الجزء القصير هقفله على بعض كده وهلزقه بالشمع، والجزء الطويل هلزقه في الجزء القصير ده وهلفه حواليه لحد ما يخلص خالص، وبعدين هلزقه. بعدين همسك الجزء ده كده وهلزقه في راس الفانوس من فوق، وده هيبقى التعليقة. وكده الجزء ده خلص. جبت بقى الكرتونتين اللي مقاسهم 11 في 11 ولزقتهم في بعض علشان يبقى سمكهم كويس. القطعتين دول هلزقهم في بعض ومكانهم هيبقى بين راس وجسم الفانوس، وبعدين غلفتهم بالفوم الذهبي من فوق ومن تحت. وكمان غلفت الحرف بتاعهم كده بعد ما قست طبعا العرض بتاعه تقريبا طلع معايا 1 سنتي، فقصيت شرايط كده على قده من الفوم وبعدين غلفته كله كده. انا استخدمت 3 ألوان من الفوم. دي القاعدة بتاعة الفانوس، غلفتها بنفس الطريقة وقفلتها بنفس الطريقة برضو اللي قفلت بيها الجزئين التانيين معاكو. وكمان عملت اللون بتاعها نفس اللون بتاع راس الفانوس، وخليت الجسم في النص يكون مختلف. لزقت الجزء بتاع جسم الفانوس في القاعدة، وجبت القطعة المربعة اللي انا لسه كنت مغلفاها معاكو ولزقت عليها الراس بتاعة الفانوس. وبعدين هلزق بقى القطعة دي كلها في جسم الفانوس كده من فوق. وبعدين جبت شمعة إلكترونية ودخلتها كده عند القاعدة بتاعة الفانوس، هتمسك وهتبقى تمام. تقدروا تقفلوها وتفتحوها براحتكم يعني. ممكن تحطوا مكانها وحدة الصوت اللي بتخلي الفانوس يغني، دي حاجة بسيطة قوي زودتها بعد ما الكاميرا اتقفلت للأسف. ان انا عملت خط بلون مختلف بين كل جزئين لزقتهم في بعض، خلى شكله أحلى وكمان دار أي عيوب. بصوا بقى شكله تحفة جدا وشبه الفوانيس بتاعت زمان، وسهل وجميل قوي. الأولاد هيفرحوا بيه، وكمان لو نفذوه معاكوا كمان هيتبسطوا جدا. هستنى رأيكم في فكرة النهاردة في الكومنتات.